يعني حاولوا يحولون القضية الحسينية إلى فن. عندك حلم بأن القصائد الحسينية واللطميات والأهازيج 99% كلها قصايد مكررة ومتواردة. اي فعلا، هسه أكثر الشعراء قاموا ما يهتمون بالمفردة، ما يهتمون بالمعنى، ما يهتمون بإيصال الرسالة، ما يهتمون بالقضية الحسينية الحقيقية. لا، يريد بس رقم، بس عدد، بس مجرد صور شعرية، وصور شعرية أكثرها متداولة ومنقولة. يعني حاولوا يحولون القضية الحسينية إلى فن. هو ايش راح يحكي من رمزية بالقصيدة، ايش راح يحكي من فد موضوع الجمهور راح يقول بي الله وما اعرف شنو من هاي الناحية. بينما الهدف الحقيقي من القضية الحسينية وش يريد الامام الحسين والغاية الحقيقية ماكو، ما تلقاها بالقصائد. ولذلك جاي تلاحظ اكثر القصائد الحسينية هي مكررة. وبدليل على هذا كلامي انه اكثر القصائد الحسينية مكررة، احنا جاي نلاحظ القصائد بس ترندات تاخذ لها بالزايد سنة وتطفى القصيدة. بينما القصيدة الحسينية الصحيحة والمكتوبة برسالة واعية وبرسالة هادفة، راح تلاحظ هاي القصيدة الحسينية تبقى للأجيال. وخير دليل عندنا هواي قصائد احنا نسميها التراث، اللي لحد الآن الناس تشغلها وتسمعها وعبالك القصيدة البارحة مكتوبة. هذا العدد قليل، تقريبا 1% من القصائد اللي تنطي للقضية الحسينية حقها. صارت عبارة عن كوبي بست، الشعراء بيناتهم كوبي بست. يجي واحد يسمع له، مثلا يجي شاعر يسمع له كم لطمية، كم قصيدة حسينية، ولا قاري تاريخ، لا قاري الملحمة بحذافيرها، لا مثلا مطلع، لا يدري بأنه ماذا يريد الإمام الحسين وماذا تريد واقعة كربلاء من الناس. يجي يبني القصيدة مالته على أثر سماعي، هو سمع من رواديد قبله أو من شعراء قبله، سمع هيك قالوا هيك، اجى بس غير بالوزن وغير بالقافية وطرح نفس الموضوع. فيا اخواني الشعراء الكتاب، شعراء القصيدة الحسينية، انتم اهم من ينقل تلك الرسالة الى الناس. هسه هو اللي جاي يصير على المنابر اكثر شي كلام منه.